مساء الفل عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طالع اتكلم معاكم النهارده، يعني دردشه كده قبل ماتش الزمالك ان شاء الله مع نادي الاتحاد. تمام، ونتكلم على قائمه منتخب مصر اللي اعلنها كابتن حسام حسن النهارده من حوالي كام ساعه كده، يعني من حوالي 5 6 ساعات تقريبا. اعلن قائمه منتخب مصر اللي هتلعب ماتشين بوركينا فاسو وغينيا بيساو. طبعا قائمه يعني هقولها لكم اهي وهقول تعليقاتي عليها. يعني حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، عواد، مهدي سليمان. الدفاع: عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، بيكهام، محمد هاني، حمدي، اكرم توفيق، فتوح. خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، امام عاشور، كوكا، ناصر ماهر، زيزو. الهجوم: مصطفى فتحي وتريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد وأوفا، محمد الشامي ومحمد شريف. تمام. بالنسبة لمركز حراسة المرمى هنتكلم عليه في الأول. هو طبعا كل العذر مع كابتن حسام حسن بخصوص مركز حراسة المرمى. تمام. مفيش حد مستواه كويس او قريب حتى من محمد الشناوي وهو سليم. طبعا بعد دي تألق مصطفى شوبير طبيعي ان هو لازم يكون موجود، لكن وجود محمد الشناوي ده اللي في حد ذاته لغز. يعني انا مش شايف ان هو لعب اي ماتش. انت ما تعرفش اذا كان راجع بمستوى كويس ولا الاصابه مأثره عليه، دوره هيكون ايه في المنتخب، هيبقى احتياطي برضو لمصطفى شوبير ولا انت هتحتاج خبراته فهيلعب. احنا يعني ما نعرفش. ممكن الاهلي يلعبه في ماتش فاركو اللي جاي وممكن ما يلعبوش، ما اعرفش. يعني الاهلي فيه تقريبا ماتش او ماتشين قبل التجمع بتاع المنتخب، مش عارف. يعني انا مش عارف هو تم اختياره بناء على ايه. نفترض يعني ان الاهلي لعبه وطلع مستواه مش جاهز، هيتم ايه العمل في خصوص النقطه دي؟ تمام. يعني ما اعرفش بصراحه ان احنا ازاي ناخد لعيب راجع من اصابه من غير ما يكون حتى لعب ماتش او شوط. يعني انا اول مره شفتها معاك. بس عادي كان ممكن يعني يتاخد بسام، يتاخد محمود جاد، عامل مستوى كويس في الماتشات الاخيره مع المصري. طبعا غير ان عواد اصلا ما كانش ينفع المفروض يتاخد خالص. يعني انا عواد تقريبا المفروض ما كانش تم ضمه خالص، يعني لان عواد ما يستحقش بصراحه ان وجوده في المنتخب نهائي. يعني خط الدفاع فيه 2 لعيبه مش موجودين، عمر جابر وعمر كمال. دول مش موجودين بالنسبه لي انا. يعني عمر جابر محقق، يعني مقدم احلى موسم ليه من 2014 او من 2015. ما بيعملش اي حاجه خطا او ما فيش اي هفوات عليه، وهجومي ودفاعي، تغطيه عكسيه. رجل المباراه في كل الماتشات الاخيره، في 3 4 ماتشات الاخيره اللي اتلعبت سواء في افريقيا او في الدوري. باك يمين باك شمال مفيش مشكله، بنفس الكفاءه وبنفس الجوده بيأدي. احنا انتقدناه ياما وياما، قلنا عليه ما في الخمر على ادائه، ان هو لسه بيتعامل كناشئ، نفس الكلام اللي كان بيتقال على محمد هاني. وان هو ده بناء على ايه لعب في كل الانديه دي وازاي كل الخبرات دي، وفي الاخر هو رد علينا السنه دي بقدم اداء مبهر. عدم وجوده في القائمه لغز. وانك تختار اكرم توفيق كباك يمين ده مشكله كبيره. يعني ان اكرم توفيق اصلا لما كولر رجع اعتمد عليه في خط النص، ومقدم اداء كويس على فكره في خط النص.
يعني برضو عشان ما حدش يتكلم، اكرم توفيق كويس بس مش باك يمين، ولما رجع لعب باك يمين بعد يعني حتى محمد هاني بمستواه الوحش ده كان احسن منه. فانت واخده كباك يمين هو ومحمد هاني، انا ما اعرفش انت هتعتمد على مين اساسي، بس اذا كان محمد هاني الاهلاويه نفسهم بيشوفوه في الملعب بيتنرفزوا، وفعلا انا لما ركزت معاه لقيت ان هو بيعمل حاجات غريبه. فما شاء الله انت واخد محمد هاني واكرم توفيق وسايب عمر كمال اللي هو لعب 3 ماتشات مع الاهلي في الدوري منهم ماتشين رجل المباراه، وفي الماتشين جايب في ماتشين يعني جايب جونين تقريبا او حاجه رغم قله مشاركاته مع الاهلي، لكن هو مندمج جدا وبيأدي في اي مركز بيلعب فيه، ما عدا طبعا ماتش البنك الاهلي لما لعب مساك وده مش مركزه خالص لان هو ما لعبش فيه، لكن بيلعب باك يمين باك شمال بيأدي وبيطلع رجل المباراه. انت طبعا استبعدته عشان احنا عارفين هو اتكلم عليك وقال ان انت كنت هتبطله كوره في الفتره اللي انت كنت ماسك فيها نادي المصري، هو كان بيتدرب معاك وانتقدك، فانت طبعا ازاي حاجه زي كده تحصل من لعيب يعني ان هو ينتقدك. دي قصه الباك اليمين. بقيه الاسماء ياسر ابراهيم نفس قصه الشناوي، راجع من اصابه بس نفترض ان هو شارك تقريبا 10 دقائق او 15 دقيقه في الماتش اللي فات، فمفيش مشكله يعني. ياسر ابراهيم برضو مدافع كويس، بس برضو مع الاسماء اللي موجوده يا ترى اللي هيلعب منعم ورامي ولا منعم وياسر، فدي هتبقى لغز. برضو ياسر لسه راجع من اصابه واحنا مش عارفين. رامي ربيعه وجوده في المنتخب، وجوده في الاهلي اصلا لغايه دلوقتي او وجوده في المنتخب ده يعني من الغاز كره القدم. مدافع اقل من المتوسط، اقل من ان هو يكون موجود في نادي وسط جدول. غلطات واخطاء كتير جدا، ولولا ان هو بيلعب في الاهلي كل ماتش هيعمل ضربتين جزاء. فاختياره علامه استفهام. مين بقى اللي كان المفروض يتاخد؟ عارف اصابه الونش مقصره، اصابه حجازي مقصره، بس عندنا لعيب اسمه محمود مرعي كان بيلعب في فيوتشر وراح بيراميدز، مقدم اداء كويس جدا مع بيراميدز من ساعه لما رجع، لما جه المدرب الجديد وابتدى يعتمد عليه. عامل لاعب 4 ماتشات منهم 3 ماتشات تقريبا او 5 منهم 3 ماتشات كلين شيت، بيقدم اداء دفاعي ثابت من ايام ما كان في فيوتشر. مدافع كويس، مدافع منتخبات، بيعرف يقف كويس، عامل زي اسامه جلال لما كان كويس بس هو احسن من اسامه كمان. ده كان لازم يكون موجود ولازم يكون في حساباتك يا كابتن حسام. انت بتقول ان الانديه ما فيهاش لعيبه الواحد ياخدها للمنتخب، لا في، وانت ما خدتش ورحت للناس اللي على انا ما اعرفش بناء على ايه يعني. بيكهام انا ما اعرفش والله يعني هو بيعمل ايه في سيراميكا غير ان هو بيقف ويسلم ويستلم، ما بيعتمدش عليه يعني ملوش لقطات فلتات يعني في الدفاع ولا في الهجوم ولا في اي حاجه. ما اعرفش انت واخده ليه. محمد حمدي نفس المشكله يعني نفس القصه. كريم حافظ لما بيلعب في بيراميدز بيلعب احسن منه. محمد حمدي خلاص، محمد حمدي بتاع المصري اللي كان معاك واول سنتين ليه في بيراميدز مش هو محمد حمدي اللي بيلعب دلوقتي خالص خالص. وجوده في المنتخب علامه استفهام. برضو لو بصيت شويه على الباك الشمال في مصر هتلاقي في كذا لعيب باك شمال كويس يقدروا ينضموا مع احمد فتوح، يقدروا ينضموا للمنتخب. خط الوسط مفيش فيه كلام، مروان عطيه اساسي طبعا لازم يكون موجود، عاشور، حمدي فتحي طبعا، زيزو، ناصر ماهر. ما اعرفش، انا اتمنى ان ناصر ماهر ما يكونش متاخد عشان توازن او حاجه، لان هو لعيب كويس جدا طبعا وكل حاجه يعني، بس يا ريتها ما تكونش عمليه توازنات وكده بين الاهلي والزمالك، ويكون متاخد فعلا عشان انت شايف ان هو ليه دور. نبيل عماد دونجا انا كزملكاوي والله بنتقده كتير جدا، واخر ماتشين واخر ماتش في الدوري ليه كان سيء جدا، وماتش بركان اللي كان هناك كان وحش، وماتش دريمز كان وحش. بس هو عنده بوتنشال، عنده يعني عنده باور يقدر يتوجه صح لو في مدرب ماسك تمام، وعنده يعني طاقة برضو ينفع يتم استخدامها بشكل كويس ان هو يدافع، وممكن يبقى تغييرة كويسة في حالة ان انت متقدم وعايز تحافظ على الفوز.
حاجات كتير، خاصة ان انت مش واخد محمد شحاتة. محمد شحاتة هو اللي كان يستحق فعلا الانضمام، بس ممكن يكون قلة خبرته ان هو مع منتخب اولمبي وسنه صغير فما ضمتوش. لكن لو هنحط مثلا شحاتة ولا كوكا، فهو شحاتة احسن الفترة دي. دونجا ولا كوكا، دونجا احسن برضو الفترة دي. حتى يعني هيبقى لهم دور في يعني يبقى في حاجة تبقى انت راسم عليها يعني. خط الهجوم الشامي وفتحي، يعني مصطفى فتحي ولا زيزو ولا صلاح، مفيش اي كلام. وتريزيجيه نفس الكلام، مصطفى محمد. طبعا محمد الشامي اوفا مهاجم واعد على فكره كويس جدا، هو مهاجم محطه، بس هو نفس ستايل مصطفى محمد على فكره يعني نفس ستايل مصطفى محمد. فانت كنت يعني هو شايف ان محمد شريف ومصطفى محمد كفايه لانه الاثنين مختلفين. اوفا يعني ممكن اوفا تقيل كمان عن مصطفى يعني. وضم محمد الشامي كمان، انا ما اعرفش محمد الشامي هو اصلا يعني ده راجل لعب معانا في الزمالك موسم ولا موسم ونص تقريبا، مش فاكر يعني. انا ما بفهمش هو مركزه ايه والله، يعني هو مهاجم ولا جناح ولا هو 9.5 ولا هو بيزيد من ورا. مستواه غريب جدا يعني. على الجون فينش بتاعه وحش قوي قوي. ارقامه من ساعه ما ابتدى يلعب دوري ممتاز تقريبا ما عداش ال 20 جون في اخر 4 سنين 5 سنين يعني. موسم بس كان وندر يعني، موسم المصري معاك اللي هو كان هو وعبد الله جمعه، وبعد الموسم ده الزمالك خدهم من انبي لان هم كانوا معارين من انبي للمصري. لعب معرفش بعد ما ساب الزمالك لعب في كذا نادي، ما قدمش اي حاجه لغايه ما رجع المصري تاني. اخيرا كان في الاسماعيلي، تالق في النص اللي فات من الاسماعيلي. يعني مش تالق يعني بس ابتدى يلعب بشكل كويس نوعا، فالمصري تعاقد معاه رجع المصري. ما بيقدمش اي حاجه يعني. بتفرج على المصري بصراحه ما شفتش منه اي حاجه تستاهل ان هو يروح المنتخب، غير ان هو انت عايز تقول ان انت جايب حد اكتشاف وانك وده بقى يعني ما ينفعش يعني. ما ينفعش مثلا ان انا اخده او العبه دولي وهو في السن ده يلعب دولي 28 ولا 29 سنه. نفس قصه محمود حماده، الغلطه اللي غلطها في توريا. ده لعيب مش ما يصلحش لمنتخب مصر. حتى لما خدته جربته في الدوره بتاعه العاصمه الاداريه ما استفدناش حاجه يعني، ورجعت تاني تضم. من الاخر الخيارات دي خياراتك، وطبعا المنتخب فكل الناس هتقف وراه وكل الناس هتسانده يعني. كده كده احنا مش في يعني مش مستنيين حاجه من حد يعني، غير ان المنتخب يكسب باي ناس. بس المؤشرات باينه، ونتمنى نكون يعني ان احنا غلط. بالذات نقطه عمر كمال هرجع لها تاني. ما ينفعش فعلا ان هو لعيب زيه ما ينضمش. انت كده اكدت انك مشخصن الامور مع الناس. اي حد هيبقى عنده مشكله مع كابتن حسام مش هيبقى موجود في المنتخب، او كان عنده مشكله. ودلوقتي مفيش حد عنده مشاكل معاك. نيجي بقى الماتش بكره. سريعا كده. ان شاء الله نتمنى يعني ان بكره نعمل نتيجه ايجابيه واللعيبه تركز، وقبل التوقف الدولي نبقى احنا جايبين 3 نقط نبني عليهم، لان احنا بعاد جدا. احنا خسرانين حوالي 24 نقطه من 48 نقطه يعني نص النقط. اللعيبه لازم حد يقول لها الكلام ده وتفهم احنا فين موقفنا يعني. وبعد التوقف ده هيبقى في ضغط ماتشات، والفرق اللي انت محتاج انك تعديها هتبقى بتلعب مرتاح يعني. خلاص الاهلي دلوقتي ما عندوش مشكله غير ان هو هيلعب على اللقب، لكن مساله ان هو ينافس عشان ياخد شامبيون، عشان يخش يروح افريقيا، هو خلاص بقى حامل اللقب فهيروح افريقيا. بيراميدز هو اللي هيبقى بيلعب على اللقب، وبيراميدز هيبقى مريح، واللي انت هتنافسه على مركز مؤهل لدوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا اسف اوروبا دي، لدوري ابطال افريقيا. وفرق بينك وبينه 10 نقط. تمام. هو ممكن يخسرهم، لكن انت تقدر انك تكسب كل الماتشات عشان تقدر تعوض الفارق. هي دي المشكله. لازم جوميز يركز شويه ويركز في التشكيل ويعرف هو عايز ايه،
واعتقد هو خلاص كده بقى فتره كافيه جدا ان هو يعرف مين اللعيبه اللي تستحق انها تلعب ومين اللعيبه اللي ما تستحقش. ويا ريت يبص على الناشئين شويه، لان اكيد في لعيبه ناشئين مش هتقدم اسوأ من اللي بيقدموا لعيبه كبار موجوده عندنا وخدوا فرصه واثنين وثلاثه وعشرة. فرجاء يبقى في فكر عند جوميز ان هو يبص للناشئين، وفكر عند جوميز مين اللعيبه خلاص اللي كفايه كده الاعتماد عليها، ونبتدي نعتمد على اللعيبه فعلا اللي تستحق تلبس تيشيرت نادي الزمالك. ان شاء الله بكره يبقى في فيديو بعد الماتش، وان شاء الله نبقى نتكلم كده واحنا كسبانين ومعانا ال3 نقط، وباذن الله يعني تبقى نتيجه كويسه زي ما قلنا قبل التوقف نبني عليها يعني بعد ما نرجع من التوقف، عشان نحاول نقرب من مركز مؤهل لدوري ابطال افريقيا السنه الجايه. شكرا لكم جدا، ودي كان لايف سريع كده بخصوص المنتخب والقايمه وكلمتين بخصوص الماتش. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم اشتراك وشير ولايك للفيديو واشتراك في القناه. تصبحوا على خير.